أرواحوا معنا على السريع نعطيكم الوصفة تاع لا ميرينغ. شوفوا ما شاء الله كيف يجي زبدة. شوف نعطيكم الوصفة تاعو المكونات وطريقة التحضير. ليه تبعوني. بالنسبة للمكونات عندي مكونين باك نسحق. عندي زوز بيضات راح نستخدمو بياض البيض، وعندي 200 غرام تاع سكر. طيح لي بالمغرف، طيح لي 11 مغرف كبيرة، 11 مغرف كبيرة تاع سكر. دوكا نروح نعطيكم طريقة التحضير. نحط البيض اللي عنده البيض بارد يخرجوا من الفريجيدار ساعة يخليه حتى يسخن، بعد يحط. نزيدو مع الثانية رشة خفيفة تاع الملح برك. نزيدو عليه السكر ونحركو على فوق مليح. نحركو مليح. من بعد نهزو هذه كيما راهي نديروها في حمام مائي. نحطوها هنا فوق ونبقى نحركو حتى يذوب معنا السكر هذاك، عشان نشوفو السكر تحسوه بدا يذوب بعد نحبس. من بعد ما ذابش ها دركا نجيبو الباتور ونعطيوه الحس. نبداو نحطو ونبداو نخليوه عشان يبدا يطلع. هاي طلعت، شوفوا كيف طلعت. لازمتها تعود ثقيله هكا حتى شكون تقلبها ما تطيحش. كيما وريت لكم هاهي طلعت. وين تعرفوها طلعت لازم ها ما تطيحش. ها حتى كي ندورها هاك ما تطيحش، تلقاوها لازقه انفيكسيا. ممكن اكثر حاجه تواجهوها في الوصفه هذه هي انه كي يذوب لكم السكر لازم تعرفوا كيف تذوبوه وتعرفوا كيف تطلعوه مليح. دركا نجو نكمل. دركا واش نديرو؟ نجيبو الحبات تاعنا كنا درنا عليه ورق طاهي. لازم ضروري دير ورق طاهي خاطر راهو يلصق من بعد ويتعبكم. نجيبو لابوش تاعنا ونعمرو فيه الشي اللي طلعناه. ونبداو نشكلو فيهم. دركا من بعد ما جينا شكلناهم كنت خليت الكوشه تاعي شاعله، كنت مقويلها على الاخر. دركا نحطهم ونرجعها تقريبا تعود راح تطفى ونخليهم يطيبوا. جيس ما تفوت عليهم نص، تفوت عليهم 20 دقيقه ونطفيو عليها وخلوهم يبردوا لداخل فيها. دركا راه كمل. ارواح تشوفوا كيفاه راه داير. ما شاء الله زبدة واعر. مش نورمال، وصفة خيالية. نتمنى منكم انكم تجربوها. شوفوا ما شاء الله كيفاش يجي فارغ. جربوها راكم سوري.